وسهلا ومرحبا بكم معايا فيديو جديد مع وصفات جديده. ودائما بقاو مع الوصفات الرمضانيه. اليوم غادي نشارك معكم بعض الاقتراحات لمائده الافطار. واحد البسطيله الحجم ديالها صغير كيف كتشوفوا، درتها على شكل مستطيل تقريبا كتكفي 6 ولا 7 ديال الناس. غادي نشارك معكم واحد لي كريب مالحين، وايضا واحد تحليات الكريم كراميل حتى هي كتجي لذيذه وزوينه بزاف، وفي التحضير ديالها سهله. اذا بقاو معايا باش نشوفوا طريقه التحضير ديال هذه الوصفات. نبداو بالتحضير ديال الشرمولات ديال البسطيله ديالنا. كيف كتشوفوا خديت في بول، هنا عندي قزبر ومعدنوس تقريبا واحد زلافه صغيره، يعني قياس واحد جوج معالق كبار يكونوا عامرين ولا 3. فوالا، المهم انا درت عيني ميزاني. ومن الاحسن القزبر ومعدنوس يكونوا طريين. بالنسبه لهنايا عندي الحامض مصير اللي قطعته يعني مزيان. عندي هنا كورنيشون واحد جوج طروفات هما قطعتهم. وعندي هنا 6 ديال الحبات ديال الثوم، تقدروا تعوضوهم بودره الثوم. عندي هنا معلقه صغيره ديال مركز الطماطم. عندي شي شويه ديال الهريسه، معلقه صغيره ديال التحميره. وعندي هنا العطريه ديال الحوت حتى هي ما نساوهاش ضروري. عندي هنا معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الخرقوم. هنا العطريه ديال الكروفيت، الا عندكم ما عندكمش ممكن تستغناو عليها. وعندي هنا واحد نص حامضه درت العصير ديالها. وعندي هنا لاصوص صوجا درت تقريبا 3 المعالق صغار. وعندي حتى صلصه الحوت حتى هي درت واحد جوج معالق تقريبا، حتى هي لما ما متوفراش ماشي مشكل. صافي، وتنخلط بزيت الزيتون تقريبا واحد 4 كاس يكون عامر. فوالا 4 كاس. صافي تنخلط الشرموله ديالي كيف كتشوفوا. نقدر الشرموله نوجدها يعني ليله قبل ماشي مشكل. هاد الشرموله راه كتجي لذيذه، ودائما كنشاركها معكم. هذه هي الشرموله المعتمده عندي اللي كندير يعني في الحوت، ولا بغيت ندير بسطيله ديال الحوت. بالنسبه لهاد البسطيله غتكون فيها غير الكروفيت ولا داند. ما درتش فيها يعني الحوت بزاف، حاولت انني ندير بسطيله تكون اقتصاديه ومذاق ديال الحوت. هنا عندي شامبينيون نوار، درت ورقه سيدنا موسى وغادي نزيد عليه الماء مغلي، وهاد الماء راه طاب فيه القشور ديال الكروفيت. وعندي هنا الشعريه الصينيه حتى هي اللي غندير لها واحد ورقه سيدنا موسى، وغادي نضيف عليها داك الماء ديال الكروفيت. حتى هو الماء ديال الكروفيت قسمته على شامبينيون نوار وقسمته على الشعريه الصينيه. هنايا غادي نضيف واحد شويه ديال الزبده، ضفت الزيت النباتيه، وغادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الشرموله ديالنا باش نشحر لي كروفيت ديالي. هنايا عندي 500 غرام، يعني نص كيلو. نتوما كيف قلت لكم راه تقدروا ديروا غير رابعه مع نص كيلو ديال صدر الدجاج. المهم هو هذاك الميلونج غادي يعطينا واحد لوغو زوين. هنايا صافي ديجا راه شحرت الكروفيت، والكروفيت حتى هو يعني العافيه تكون زايده باش ما يطلقش الماء ديالو وتبقى وحده ما كياخذش بزاف ديال الوقت. هنايا صدر الدجاج ديجا غسلته، وكيف شفتوا درت واحد المعلقه ديال الشرموله اللي حضرناه مع شويه ديال الزبيده، شويه ديال زيت الزيتون ولا زيت نباتيه اللي بغيتو، وكنشحروا هاد الادان ديالنا. صافي، هادو هما جوج د الحوايج اللي استعملت في هاد البسطيله. تقدروا ديروهم حتى بسيطلات صغار، حتى هما راه كيجيو لذاذ بزاف. انا فضلت نديرها زعما حجم عائلي، ونبدل الشكل. دائما تنديروا يعني بغينا نصيبوا بسطيله تنصيبوها بحجم يعني لا الشكل ديالها داير. انا قلت علاش لا نجرب هاد المره ديال الشكل ديالها يكون زعما على شكل مستطيل. فوالا، كنبقى حدا المقله ديالي كنشحر حتى كنسالي زعما حتى كيبان لي داك لادان ديالي طاب، وكنحيدو. هنا عاوتاني في المقله غادي ندير معلقه كبيره ديال الشرموله. هذاك الشامبينيون ملي حيدته من الماء ديال الكروفيت، خديت القطاعه اولا الهاشوار وكطحنوه واحد شويه. المهم غير ما تطحنوش بزاف حتى يتلين لكم، خليو الطروفه ديالو يكونوا شويه باينين كيف كتشوفوا على هذا الشكل. شحرته واحد 3 دقائق بحال هكاك صافي، وحيدته. وغادي ناخذ حتى الشعريه الصينيه مني غادي نحيدها من هذاك الماء ديال الكروفيت، وخديت غير واحد المقص غير في هذاك البول، كنبقى كنقطع بالمقص. المهم زعما هذه طريقه سهله صافي. وحتى هي غادي نحاول نشحرها واحد 2-3 دقائق مع هاد الشرموله هادي، باش يكونوا جميع العناصر ديال البسطيله يكونوا مشربين بديك الشرموله، وتجينا زعما كاينه لوغو يكون في جميع العناصر اللي في البسطيله، وتجينا زعما لذيذه وتجينا زوينه. المهم يعني كيف قلت لكم راني ما كثرتش فيها بزاف ديال الحوت وهذا، لكن مع ذلك راه جات لذيذه بهاد لادان دو الكروفيت. هنا في بول درت الكروفيت ديالي ودرت لادان حطيتهم،
دابا غادي نضيف عليهم المكونات الاخرين اللي هما الشامبينيون والشعريه الصينيه. صافي هنا تقريبا راني ساليت. غادي نخلط كلشي وغادي ندوز باش نقاد نمونطي زعما البسطيله ديالي. حاجه اخرى ممكن ديروا الفرماج احمر يكون غابي، تزيدوه زعما على الحشوه. انا صراحه ما كنفضلش الفرماج احمر في البسطيله، المهم كتعجبني تبقى غير بهاد لو غو ديال الشرموله. بغيتو ديروا الفرماج احمر ديروه ماشي مشكل. صافي هنا غنخليو الشرمونه ديالنا، يعني تقدر زعما الا بغيتو تخليوها غير ترتاح شي شويه اولا توجدوها نهار قبل. المهم من الاحسن يعني غتبرد واحد شويه. هنايا كيف كتشوفوا خديت اللاطه ديال الفران وخديت هذاك المول اللي كيتحل لي نورمالمون كيكون ديال لي طاغطو هذا، وخديت زلافه درت فيها الزبده اللي ذوبت. وغادي ناخذ الورقه ديال البسطيله، الحجم يكون اللي عندكم، من الاحسن يكون الحجم ديالها كبير ماشي صغير. غادي نحاول نوضع في جميع الجوانب ديال المول الورقه ديالي بيان سور، وكنسقي بهذا بالزبده. زدت لها ديك الزبده، زدت لها شويه ديال الزيت. صافي هنا غنستمر باش ندور جميع الجوانب المول ديالي بالورقه ديال البسطيله. ما تنساوش دائما دهنوا الورقه ديالكم قبل ما توضعوها كيف كتشوفوا. صافي هنايا تقريبا وضعت يعني حطيت الورقه في جميع الجوانب. غادي نجي دابا باش نوضع الحشوه ديالي. نعاود نذكركم باللي الحشوه راه ممكن زعما توجدوها نهار قبل، ومني تبغيو تقادوا البسطيله ديالكم تخرجوها من الثلاجه يعني شي ساعه قبل باش تاخذ الحراره ديال المطبخ ما تبقاش بارده بزاف. سينو راه تقدروا توجدوها يعني وتحضروها في نهارها. نحاول نقاد الحشوه ديالي زعما باش تاخذ غير الشكل ديال المستطيل ديال المول ديالي. فوالا صافي. وغادي نطوي دوك الجوانب نوضعهم على الحشوه. وهنا عندي درت بيض بيضه اللي غادي نلصق بها الورقه ديال البسطيله. هنا يعني راه اي طرف وضعته كندير بيناتهم شويه ديال بياض البيض. كيف كتشوفوا هنا المول راه شويه كيتحل، لكن انا المهم ان فوا كيحاول ما يبقاش شاب داك الشكل اولا الحجم ديال البسطيله راني كنردو. صافي هنا ساليت جميع الجوانب اللي عندي. مهم ما تنساوش غير الزبده ضروري باش الورقه تقرمش لكم وتحمر. والبيض البيض كيف قلت لكم راني لصقت به. غنوضع اخر ورقه هي باش غادي نلمط البسطيله ديالي باش ما يبقاش بان عندي داك الشكل ديال الطيات. غنحاول نخشي الورقه في الجوانب ديال البسطيله كيف كتشوفوا. حاولوا تخشيوها يعني تكون مسرحه مقاده. فوالا انا دورت المول غير باش نعاود تجيني سهله. حاجه اخرى بالنسبه للتزيين، انا ما صراحه ما خسرتش عليها بزاف ديال التزيين. تقدروا تزينوها يعني بكروفيت غويه، المهم اي حاجه عندكم تقدروا تزينوا بها. انا كان متوفر عندي الحامض وهو اللي زينت به. وحتى كيف قلت لكم الفرماج احمر حتى هو ما استعملتوش. التزيين كيبقى يعني الاختيار ديالكم. صافي هنا راني ساليتها وديجا دايره الفران تيسخن، يعني ان فوا يسخن من الفوق ومن التحت. وضعت غادي نوضعها في الوسط وغادي نقص عليها وتبقى طيب على خاطرها لمده ديال ساعه، يعني تحمر من التحت ونطفيو للتحت ونشعلوا الفوق تحمر بشويه الفوق. هنا غادي ندوزو باش نصايبوا الكريب ديالنا. خديت في بول 2 ديال البيضات يكونوا ضروري بحراره المطبخ، وغادي نضيف عليهم 2 معالق كبار ديال زيت نباتيه، قبيصه ديال الملحه، وغادي نخلط بالفويل المكونات ديالي. هنا غادي نوضع واحد الكاس ديال العنبه ديال الفورص. انا مهم درت بمعلقه كبيره القياس ديال الكاس ديال العنبه، كاس واحد. صافي ضروري نغربل الفورص ديالي. فوالا صافي غادي نخلط المكونات. غادي نزيد واحد القبيصه واحد شويه ديال القزبر المعدنوس، عندكم الناشف تستعملوا، عندكم الاخر ماشي مشكل. وهنا عندي مهم انا ما استعملش نص لتر كامل ديال الحليب، ناقص كاس. فوالا كنضيفو وكنخلط حتى كنسالي الكميه ديالي. المهم كيف قلت لكم نص لتر ولكن ناقص منه كاس. فوالا هنايا صافي من بعد ما ساليت الخليط ديالي خلطته مزيان بالفوي، غير بالفوي.
صافي درت المقله ديالي تسخن، كنوضع واحد الكميه ديال الخليط ديال الكريب بين ما تحمروا ليا الجوانب، وكنعاود نقلبها، كنستمر حتى كنسالي الكميه اللي عندي. ندوزو باش نحضروا الحشوه. انا في مقله درت شويه ديال زيت الزيتون، واحد البصله خضاريه اولا جوج، المهم على حسب الحجم ديالهم. درت هنا كفته ديال الدجاج، غنضيف عليها شويه ديال البزار، واحد معلقه صغيره تكون مع عمرة ديال بودره الثوم، وغنخلي هذا الشيء يتشحر. عاد باش غادي نضيف لا دان فومي هنا مقطع كيف كتشوفوا مربعات صغيورين، وغادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال الفرomاج الريكوتا. ما عندكمش هذا الفرomاج ممكن ديروا الفرomاج العادي صافي. وغنخليو هذا الشيء يتشحر واحد شويه ونطفيو عليه. بين ما بردت لينا الحشوه خديت كناخذ الكريب ديالي كنقلبو، كندير الحشوه في الطرف وكنطوي على هذا الشكل كيف كتشوفوا على شكل دي سيغار. لكن ملي كنسالي الطي ديالي كنضغط عليهم بالاصابع على هذا الشكل صافي. راه ساهله، ما كتحتاج زعما يعني سهله في الطي ديالها، ما صعيباش. غنعاود معكم واحده اخرى كيف كتشوفوا. كنديروا الجهه اللي ما فيهاش دوك النقيطات هي اللي كنديروا عليها الحشوه، باش هذاك الديكور ديال النقيطات يبقى باين لينا، يعطينا منظر زوين. كندير الحشوه ديالي في الطرف، كنطوي غير بشويه، وبيان سور كنسد دوك الجوانب كنديرهم مع بعضياتهم صافي، وكنضغط بالاصابع ديالي صافي. غنستمر حتى غنسالي هاد الكميه اللي عندي، وغندوز هنا باش نحمرهم. دهنت المقله ديالي بشويه ديال زيت النباتيه، وغنخليهم ياخذوا هذا اللون هذا. غير ملي كتسخن كندهنها ودغيا كيتحمروا كيف كتشوفوا الشكل ديالهم، راه كيجيو رائعين بزاف، وراه حتى المذاق تيجي ولذاذ. جربوهم ان شاء الله، راه غادي يعجبوكم. هنا غادي ندوزو باش نحضروا الكريم كراميل. كيف كتشوفوا الشكل ديالو هنا زوين. انا هنا غادي نشارك معكم الكميه ديال مثلا 2 ولا 3 الناس. غنخليكم في صندوق الوصف الا بغيتو ديروا ديال 6 ولا 8 الناس. درت بيضه، معلقه كبيره سنيده، ساشي ديال فاني، ودرت نيسلي كراميل معلقه صغيره، وهنا عندي كاس كبير ديال الحليب اللي فيضته وصفيته غنضيفو على الخليط ديالي. هنا خديت كاس ديال السنيده اللي حتى هو رديته، يعني درتو على عافيتكم متوسطه وخليته حتى ولا كراميل، وغادي نضيفو في المول ونضيف على الخليط ديالي اللي وجدت. خديت مول واحد اخر غنضيف فيه هنا الماء يكون طايب عاد باش نحط المول ديالي. هنا طابت ليا، خدات ليا مده ديال نص ساعه. ملي خدات ليا مده ديال نص ساعه خرجتها ودرتها في الثلاجه، خليتها تبات. ملي بغيت نديموليها عاود درتها في داك المول ودرت الماء طايب، غير باش هذاك الكراميل ديالي ما يبقاش محجر ليا ولاصق. ومنين نبغي نقلبها تقلب هي مقاده. كيف كتشوفوا الشكل ديالها راه جي زوين، وحتى المذاق جات رائعه. نتمنى ان شاء الله تجربوها. هادو هما الوصفات ديال اليوم. نتمنى المقترحات ان شاء الله اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم وتبارطاجيوهم معايا. وما تنساوش تلتحقوا بيا في لاباج انستغرام ديالي، راه كنلوح فيها بعض الوصفات الخفيفه الظريفه. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع مقترحات جديده.